يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن درس عنوانك النقل والتجارة في الوطن العربي. احنا عارفين الزراعة من الترم الأولاني، عارفين التعدين وخروج المعادن من الترم الأولاني، وخدنا الصناعة الدرس اللي فات. تمام؟ فأنا دلوقتي بقى عندي منتجات. عندي إيه؟ يعني منتجات، يعني سلع، حاجات ماسكها في إيدك، حاجات موجودة جوه المصنع. هتوصل إزاي للسوق؟ هتوصل إزاي للمستهلك؟ عن طريق النقل. اجيب عربيات تنقل البضائع وتوديها من مكان لمكان. تمام. لو انا عايزه اتاجر مع حد بره البلد، يا اما هنقلها في النقل المائي اللي هو السفن والحاجات دي، ولو حاجه سريعه البوظان هنقلها في طياره. فانا عشان صنعت وبقى عندي صناعه محتاجه ابيعها اوديها للمستهلك. بس كده زي الفل. محتاجه ابيعها اوديها للمستهلك. هديها له ازاي؟ عن طريق حاجتين يكملوا بعض: النقل والتجاره. نقلت البضاعة، وديتها السوق عشان تتباع، وديتها محل عشان تتباع. هو ده التجارة. خلاص. فبيقول لي هنا تعد وسائل النقل والتجارة في الوطن العربي من أهم عوامل النهضة الاقتصادية. هي اللي هتدخل بقى فلوس. النقل والمواصلات هم اللي هيدخلوا. يبقى تاني بالفهم، أنا زرعت وصنعت وعندي منتجات. الناس بقى محتاجة المنتجات دي، هتوصل لهم ازاي؟ عن طريق حاجتين هيكملوا بعض: عن طريق النقل والتجاره، اللي هم عنوان الدرس بتاعنا النهارده. وسائل نقل تنقل الحاجه دي من مكان لمكان، توديها السوق على طول. ما السوق ده هو التجاره. فهمتوا الفكره بتاعت الدرس؟ تمام. اول سؤال عندي في الدرس بيقول لي تعد وسائل النقل والتجاره في الوطن العربي من اهم عوامل النهضه الاقتصاديه. هو انت صنعت الصناعه وسبتها في المصنع، هتدخلك فلوس؟ صنعت الصناعه وما خرجتهاش بره البلد وتاجرت بيها وجبت بيها عمله اجنبيه، هتدخلك في عمله اجنبيه؟ لا. فلازم انقل الحاجه من المكان اللي اتصنعت فيه، وبعد كده اوديها تتباع وتتشرى. واحنا عارفين من السنه اللي فاتت او من الترم الاولاني ان لو هنبيع ونشتري بينا هتبقى تجاره بينيه. اللي هم مين؟ الدول العربيه. يعني ايه بينيه؟ يعني بيننا وبين بعضينا، الدول العربيه. طب لو هتاجر مع دوله من دول العالم بره، اسمها تجاره ايه؟ بس عارفين المعلومه. فبيقول لي ليه بقى النقل والتجاره مهمين في الوطن العربي ومهمين، او عامل مهم من عوامل النهضه الاقتصاديه؟ لانهما الكلام عليهم هما الاثنين هما حلقه الوصل ما بين مناطق الانتاج. مين مناطق الانتاج دي؟ قلمي الحلو كده وبكتب: المصانع. مناطق الانتاج المصانع. ومناطق الاستهلاك المناطق اللي هيستهلكوا فيها الحاجه بقى اللي صنعناها. اول واحده نقراها سوا، لان هما الاثنين حلقه الوصل ما بين حاجتين: مناطق الانتاج، مناطق الاستهلاك بقى اللي هو الزبون بقى اللي هيستهلك الحاجه، اللي هيشتريها خلاص ويبدا يستعملها. وبيساعدان على انتقال السلع والخدمات. هننقل سلع وخدمات ما بين الدول العربيه وما بين باقي دول العالم. طب نقدر نميزهم ازاي يا ميس؟ الاولانيه بتقول لي مناطق انتاج ومناطق استهلاك داخليه، يعني بيتكلم عن اللي جوه. طب الثانيه مناطق انتاج او سلع وخدمات، بس ايه؟ ما بين دوله ودوله. اهي بين الدول العربيه ودول العالم. خد بالك ان انت بتبيع في الاولانيه بتبيع للدول العربيه مع بعض، مناطق انتاج ومناطق استهلاك. طب في الثانيه بتاخد سلع وخدمات. ما هي على فكره معنى كلمه مناطق الانتاج برضه، تاخد سلع وخدمات تبيعها للايه؟ للخارج. اخر مره قولهم لي مع بعض، وعايزه فوقاني يا سنه سته. حلقه الوصل بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك. اتنين، اتفهموا؟ السؤال ده مهم لما اجي اقول لك بما تفسر تعد وسائل النقل والتجاره في الوطن العربي من اهم عوامل النهضه الاقتصاديه. يعني حضرتك مهما زرعت ومهما صنعت، ما دام مفيش نقل وتجاره فانت ولا كانك عملت حاجه. هتزرع، الزرعه هتفضل في الارض او جنب الارض. هتصنع، الصناعه والمنتج هيفضل جوه المصنع، مش هيطلع منه. فانت محتاج حاجتين عشان تبيع وتشتري وتعمل نهضه اقتصاديه. محتاج نقل ومحتاج تجاره. تمام؟
محتاج نقل ومحتاج تجاره، يعني اسواق تبيع وتشتري فيها. تعالوا نشوف النقل في الوطن العربي. كلكم عارفين النقل، احنا عندنا 3 انواع من النقل: نقل جوي، نقل بحري، نقل بري. نبص بصه كده على الخريطه، كلنا عارفين طبعا ان مصر فيها مطارات، صح؟ تمام. برضو هنا عندي بغداد جايب لي العراق فيها مطارات، السعوديه فيها مطارات، كل الدول العربيه عندنا فيها مطارات. ايه؟ ينبع المنطقه الصناعيه اللي قلنا عليها جبيل وينبع اللي في السعوديه. تمام. فكل الكلام ده فيه مطارات. طب ينبع ده اللي هي قالت عليها، بيقول لي هنا مواني. الصوره دي صوره مواني، بصوا اهو، دي مواني ودي مطارات، يعني علامه الطياره طيران والثانيه مواني. تمام. عندي هنا طبعا كلكم عارفين ان في مصر حاجه مهمه جدا 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 جدا، شريان الاقتصاد العالمي. مين شريان الاقتصاد العالمي؟ قناه السويس. اوعى تكونوا نسينها، ده انتوا واخدينها من سنه رابعه. شريان الاقتصاد العالمي، اي حد عايز يعدي بتجرب يعدي من قناه السويس. ده مش بس كده يا ميس، ده الترم الاولاني قايله لنا ان احنا عندنا ممرات يعني مضايق. انا عندي هنا مضيق اهو باب المندب، وعندي هنا مضيق جبل طارق. عندهم برضو موجود، وهاخد بالامثله واحده واحده وهرجع لهم. هلاقي موانئ زي ميناء طنجه هنا كده. عندي احنا قلنا ميناء ينبع اهو، وعندي ميناء الاسكندريه، يعني موانئ كتير. هناخد كل ده بالامثله عشان ما اديكوش حاجه بالذات. تمام. هقول تاني، النقل 3 انواع: جوي، زي الفل. ابدا بانواع النقل. اول نقل عندي النقل البري. يشمل ايه النقل البري؟ حاجه من الاثنين: يا طرق سريعه اقدر انقل عليها شاحنات زي اللي قدامي في الصوره، شاحنات بتنقل البضائع من مكان لاخر، بتنقل السلع من مكان لاخر، هم نفس المعنى، بتنقل المنتجات من مكان لاخر، كل الكلام ده نفس المعنى، الفاهم هيجاوب. يا اما قطارات، اللي هي بتمشي على ايه قطارات؟ خطوط سكك حديديه، بتنقل الركاب والبضائع لمسافات طويله، تاخدهم لمسافات طويله. طورنا الكلام ده وحصل تكنولوجيا عندنا دلوقتي. ده عندنا كباري، وبقى عندنا في القطارات نوع من القطارات اسمه القطارات السريعه او القطارات الكهربائيه. التكنولوجيا دخلت في الموضوع، دخلت في الموضوع. انا بديكم مقدمه على اللي هنقوله. تمام. يبقى النقل البري تاني حاجتين: يا طرق سريعه تمشي عليها شاحنات وحافلات كبيره زي اللي قدامي دي، يا اما سكك حديديه او خطوط سكك حديديه يمشي عليها قطارات تنقل الركاب والبضائع لمسافات طويله. طب النقل البحري، قال لك انت عندك موانئ ماليه السواحل العربيه. هقول الاسامي وانتوا هاتوه. انا هقول الاسامي هاتوا الخريطه الاولانيه في الكتاب عندكم. انا هقول الاسم وانتوا علموا على مكانه. انا مشرب بق ميه. الموانئ اللي انا عايزاكم تعلموا عليها: طنجه ده هتلاقوه في المغرب، علمتوا عليه. اسكندريه في مصر، جبل علي في الامارات، وينبع في السعوديه. دي اهم الموانئ اللي موجوده عندنا، اللي ممكن تيجي على الخريطه يقول لك ميناء ايه، تقول له ميناء كذا يا عم الحاج. طبعا كلنا عارفين قناه السويس، ادي موقعها اهو عند خليج السويس وبتطلع على البحر المتوسط. مالها؟ تعد قناه السويس من اهم طرق الملاحه العالميه وشريان الاقتصاد العالمي زي ما كنا بنقول. تمام. ده كده النقل البحري، كلمتين ورد غطاهم. طب النقل الجوي، قال لك مطارات. فين؟ القاهره فيها مطارات، بغداد دي في العراق، الرباط دي في المغرب، الرياض في السعوديه، ابو ظبي في الامارات برضه. وصلنا لهم؟ والله الموضوع سهل. قال لي شركات الطيران العربيه بتربط الدول العربيه ببعضها وبتربط بعضها بالعالم، يعني بتربط الدول العربيه بعضها ببعض وبتربط الدول العربيه بالعالم. الموضوع مش صعب. يلا بقى ندخل على الكلام المهم اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. انا فتحت التسجيل المفروض. اهميه النقل في الوطن العربي. النقل بيساعدني في ايه؟ اول حاجه بيساعدني في تسهيل حركه التجاره ما بين الدول العربيه. احنا مش قايلين النقل ده يعني اخد منتج اوديه مناطق الاستهلاك؟ مين اللي هياخد المنتج يوديه مناطق الاستهلاك؟ وسائل النقل. وطبعا هختار واحده من الثلاثه، يعني لو في نفس الدوله او فيها قطر يقدر يمشي هاخد القطارات. طب من بلد لبلد عربيه، لا بالراحه، من بلد لبلد قصدي تكون البلاد دي بلاد عربيه، هتبقى وسائل نقل بحري. اشمعنى وسائل النقل؟ اشمعنى بحط البضاعه في البحر؟ علشان جنب بعض. لا، البضاعه
بيقدروا يطلعها لدول تانية. هي السفن عامة احنا خدنا قبل كده ان هي ارخص وسائل النقل البحري. تمام، بننقل فيه البضائع التقيلة. طب لو انا عندي بقى نوع من البضائع هيبوظ بسرعة. ايوه. بس خلاص. فبيقول لي هنا بقى بتسهل حركة التجارة ما بين الدول العربية. ادي اول اهمية بما تفسر اهمية النقل، تسهيل حركة التجارة ما بين الدول العربية. 2، ربط الدول العربية بعضها ببعض. انا دلوقتي عشان اسافر السعودية ولا الامارات ولا اي دولة عربية، مش في وسائل توديني سواء بقى بحري او جوي، وبعض الدول فيه بري. تمام. تقوية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ما هو التجارة دي اقتصاد والربط ده اجتماع. يبقى تاني تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية، تجارة يعني اقتصاد. 2، ربط الدول العربية بعضها ببعض، هتربط المجتمعات ببعض. هي بقى هي الثالثة، تقوية العلاقات الاقتصادية والايه والاجتماعية. آخر حاجة طبعا لازم نحطها كده جميلة، دعم السياحة الداخلية والخارجية، سواء انتوا اللي بتسيحوا ويعرف في وسط بعض او ناس بتيجي تسيح عندكم. تمام. تعالوا نشوف التكنولوجيا والنقل. اكيد 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 التكنولوجيا لعبت دور مهم في كل حاجة في حياتنا. انا ايه اللي هيخليني متحمسه ان انا اخلص الدرس ده النهارده؟ التكنولوجيا والنقل في الوطن العربي. لعبت التكنولوجيا دور مهم في تطوير اي حاجه في حياتنا، وكان من ضمنها تطوير وسائل النقل اللي موجوده في الوطن العربي. وسائل النقل انا لما قسمتها بري وبحري وجوي. البري اتكلمت عن حاجتين، طرق و طرق سريعه وسكك حديديه. طيب فهاجي اتكلم دلوقتي عن حاجه منهم اللي هي تطوير القطارات، وعملنا قطارات اسمها القطارات الايه السريعه. طب 2، تجهيز المطارات. ما احنا جبنا سيره المطارات في النقل انهي الجو. جهزت المطارات باحدث الاجهزه والتقنيات. طب ايه كمان؟ وخلي بالك انت وهي المطارات اغلب النقل اللي جواها بيكون نقل اشخاص. يعني مثلا انا مدرس عايزه اروح اشتغل في دوله تانية، ما انا رايحه ادي خدمات هناك. تمام. مش هياخدوا سلع كبيره ولا سلع تقيله، ولا هياخدوا طماطم يسفروها بطياره. ما انا بقول لك يعني بعرفك. رقم 3، تطوير الموانئ البحريه. احنا كده طورنا لحد دلوقتي البري، وتحت منها الجوي، وبعد منها البحري. اخر واحده بيقول لي تسهيل عمليات التبادل التجاري. بقى في اكتر من طريقه للبيع والشراء، ممكن تبعت الفلوس باكتر من طريقه، مش شرط تشيلها وتروح بيها، بقى في طرق تانية كتير بندفع بيها. تمام. على فكره يا سنه سته، الجزء بتاع النقل اللي خلص ده كان اصعب من الجزء بتاع التجاره. التجاره بقى سهله قوي، ما فيهاش اي كلام. التجاره في الوطن العربي يعني ايه تجاره؟ تعريف ده خدتوه في سنه 5. عمليه تبادل السلع والخدمات. احتياجات مين؟ السكان. ببدل سلع وخدمات عشان البي احتياجات السكان. التعريف ده انتوا واخدينه قبل كده والله، المفروض ان انتوا حافظينه. طب التجاره مهمه في ايه؟ انا عرفت ان وسائل النقل بتاخد الماده سواء منتج بقى او سلعه توديها مكان تاني. هنا بالتجاره مهمه في ايه؟ قال لك التجاره من اهم الانشطه الاقتصاديه في الوطن العربي. بتعمل ايه لما ببيع واشتري مع الناس وانقل لهم سلع وخدمات؟ هزود الدخل واوفر عملات. طب اجنبيه دي يبقى انا بعمل تجاره بينيه ولا تجاره خارجيه؟ تلبيه احتياجات السكان. ما هو انت مش بتبيع بس، ما فيش دوله في العالم بتبيع بس، كله بيبيعوا ايه؟ الدول العربيه اللي تبعنا لها عمله ولا نفس عملتنا؟ ليهم عملات، بس كلنا اغلبنا لما بنيجي نتعامل مع بعض مش بنتعامل بالعملات. يعني مش هنروح نتعامل بالجنيه السوداني ولا الجنيه المصري، بيتعاملوا بالايه؟ بالدولار. بننقي العمله اللي نقدر نتعامل بيها مع الدول اللي بره ونتعامل بيها مع بعض. خلاص. برضو نفس الكلام هنتعامل مع السعوديه مع غيره. اغلب التعاملات مع الامارات هتجيب حاجه من هناك هتلاقي اغلب التعاملات ماشيه بالدولار، لان هو العمله تعتبر الرسميه. الريال ولا الجنيه ولا هي عندها ريال وانت عندك جنيه، فانتوا مش هتبيعوا كميات مبالغ بعملتك ولا عملتها، هتبيعوا بالعمله اللي تقدروا تتعاملوا بيها مع العالم بره.
فهتبيعوا بايه؟ بس تلبيه احتياجات الايه؟ السكان، بتلبي احتياجاتنا ان احنا بنجيب اللي ناقصنا. توفير فرص عمل للشباب. الثلاثه مش صعبين. يبقى اهميه التجاره رقم واحد تلبيه احتياجات. هنقرا بصوت، لما نيجي نقرا كده نقرا بصوت حلو. كلكم صاحيين؟ حتى اللي مش صاحي بيحاول. انواع التجاره لسه انا قايله لكم: تجاره بينيه ما بين الدول العربيه، وتجاره خارجيه ما بين دوله من الدول العربيه والدول اللي بره. طب ما المقصود بالتجاره البينيه؟ هي تبادل السلع بين الدول العربيه. على فكره ممكن اخد نفس الكلمه دي، تبادل السلع، بدل بقى ما اقول ما بين الدول العربيه، هنا هقول بين الدول العربيه ودول العالم الأخرى. يعني ايه صادرات؟ يعني انا اللي ببيع ولا انا اللي بشتري؟ صادرات واردات. تاني، صادرات واردات. تيجي معاك في تبادل سلع وخدمات، تيجي ما تجيش معاك يبقى هي الصادرات والواردات. التعريفين برضو انتوا عارفينهم: تبادل السلع والخدمات ما بين الدول العربيه، ما بين الدول العربيه تبقى تجاره بينيه. طب صادرات وواردات بين الدول العربيه ودول العالم خارجيه. طب بنبيع ونشتري ايه مع بعضينا يا دول يا عربيه؟ الامثله قدامكم: قمح، قطن. ايه التمور ده؟ البلح. حلو. بعض المنتجات الصناعيه يؤسفني اقول لكم احنا الصناعه عندنا لسه على قد حالها. فبعض المنتجات الصناعيه البسيطه، بعض المنتجات الصناعيه اللي شبه بعض. مش احنا كنا بنقول في الدرس اللي فات من مشكلات الصناعه عندنا تشابه المنتجات عشان حاجات زي بعض؟ طيب لماذا ما زالت التجاره البينيه بيننا والبيع والشراء محدود؟ بما تفسر. ادي اول واحده: تشابه الصناعات في الكثير من الدول العربيه. احنا الاثنين بنصنع جلاليب شبه بعض، نفس الخامه ونفس الشكل. هتشتري من عندي ولا اشتري من عندك؟ من اللي عندي هو اللي عندك. خلص. يبقى اول مشكله بتقابل او بتخلي الصناعات او سوري التجاره ما بين الدول العربيه قليله، البيع والشراء بيننا قليل، تشابه الصناعات في الكثير من الدول العربيه. اتنين، عندي حاجه اسمها حواجز جمركيه ما بين الدول العربيه. ايه الحواجز الجمركيه دي؟ حد عارفها؟ قول. والله لو قلتها تبقى راجل 100 100. مش هوزع فلوس. لا لحظه بقى، اكتموا. قول. لما نعدي دولة ثانية لازم منها جمارك لو معانا حاجة من دولة. صح كده. طب ما الجمرك ده الفلوس اللي اتاخدت دي بتضاف على ثمن المنتج. فالمنتج يبقى طالع من بلده سعره جنيه، على ما يوصل للبلد الثانيه يبقى 2 3 جنيه. كارثه. يعني مثلا لسه ما اجيب عربية مثلا ب 100,000. ايوه حلو المثال. واروح لبلاد ثانية لازم تدفع عليها، فتلاقي العربيه ام 700,000 في بلدها سعرها حلو ومش وحش، تلاقيها عدت المليون وشويه، المليون ونص، يمكن اكتر من ثمنها كمان. انت الايفون اللي بيطلع هناك بضريبه وتيجي بسعره ضريبه. خلاص يعني كلكم عارفين موضوع الجمارك. تمام. يبقى هنا تاني بيقول لي الحواجز الجمركيه والرسوم المرتفعه على مين؟ على السلع. طيب اهم الواردات والصادرات دي تبع التجاره الخارجيه مش الداخليه. طب نطلع للخارجيه تاني، هقرا التعريف بتاعها: هي الصادرات والواردات بين الدول العربيه ودول العالم. يلا نشوف اهم الصادرات. اكتبوا لي فوق منها كده: مصادر طاقه وماده خام. وحد يشرح لي الجملتين اللي انا قلتهم. يلا يا محمد انت المره دي. مصدر الطاقة اللي هو مثلا بدل ما من عندي بس بشتريها من بره. لا انا بصدر، خد بالك انا بتكلم عن صادرات يعني بيع لي بره. فبدل ما استعملها انا بفضلها لبره. ببيع مصادر الطاقه. طب ايه معنى الماده الخام؟ الماده الخام اللي هو بدل ما اصنعها بفضلها. الله ينور. خلاص كلكم فهمتوها. يبقى تاني انا بصدر حاجتين اساسيين، كل الحاجات اللي قدامي دي هتركزوا فيها هتلاقوا ان احنا بنصدر ماده خام، حاجات مش متصنعه، محاصيل زراعيه، اي حاجه مش متصنعه، وكمان بنصدر مصادر طاقه. طب ما احنا لو صنعنا الحاجات دي في بلادنا هنستخدم احنا مصادر الطاقه، فمش هنصدر الكلام ده بره بقى. فهمتوا؟ وهنتحول لدول صناعيه كبيره، واحنا نبيع بقى منتجات زي ما بنشتري منتجات، وهنشوف دلوقتي. فاهم الصادرات عندي الخضروات والفاكهه، القطن، الفوسفات، الغاز الطبيعي، والبترول. تاني
اهم الصادرات عندي الحاجات اللي انا ببيعها لبره، بصوا عليها كده، خضروات وفاكهه، طبعا خضروات وفاكهه وقطن وفوسفات، هي دي الماده الخام. طب مصادر الطاقه غاز طبيعي وبترول. خلاص فهمتوهم؟ اي حاجه فيها مصدر ماده خام او فيها ماده خام او مصدر طاقه يبقى هي صادرات. احنا بنبيعها كده، احنا قبل بنبيعها كده، احنا على قد حالنا وبنبيع الحاجات دي كده. بنستورد ايه بقى يا عم الحاج؟ هقول لك هنا بنستورد سيارات ومعدات ومنتجات طبيه. طب لو جيت كتبت الناحيه الثانيه الات، هي الات ومعدات ايه ده؟ لا مكتوبه غلط، بص مكتوبه غلط، الات معدات ونحط السيارات والمنتجات الايه الطبيه. انا ما اعرفش انا عامله لها جدولين ليه. انا عندي الحاجات اللي بستوردها انا من بره، بستورد هم المفروض ان الاثنين واحد، بس انا نقلاهم من هنا لهنا ليه ما اعرفش. رقم واحد بستورد ايه؟ يعني دي بستورد دي بشتري ولا ببيع؟ بشتري عادي. اثنين المعدات، بستورد ايه تاني من بره؟ رقم واحد الالات والمعدات. يعني ايه معدات؟ الات او اجهزه، ما هي نفس المعنى. طيب هنفكس دي كده عشان هنقولها الناحيه دي. سيارات لسه قايلين المعدات هناك، ونحط معاهم المنتجات الايه الطبيه. الحاجات اللي انا علمت عليها هي اللي هتتقال، تمام؟ اللي انا عملت عليها دايره، 4 حاجات اهم: الات، معدات، هي على فكره الاثنين نفس المعنى، سيارات ومنتجات طبيه بس. والله اللي جاي سهل خالص، ميه، وهيفوتكم لو ما اتكلمناش عنه. الجهود العربيه للنهوض بالتجاره. حاسه ان انا عمال اتحايل عليكم عشان اديكم المعلومات، انا ممكن اديكم بريك دقيقتين. تعالوا نشوف الجهود العربيه. الدول العربيه قررت تنهض بالتجاره. يعني ايه تنهض بالتجاره؟ يعني تطور التجاره، نسبه يعني تطور التجاره. طب هتطور التجاره ازاي؟ قال لك هتطور الاول التجاره الداخليه وكمان التجاره الخارجيه. طب برضو ازاي الكلام ده؟ دلل عليه من خلال تنوع الصادرات. مين صادرات؟ ابيع ولا اشتري؟ ابيع. يبقى انوع كده، انا هنوع الصناعه بتاعتي، فلما انوع الصناعه بتاعتي هنوع الصادرات، تمام؟ تنميتها دي اللي هي صنع حاجات احدث واحسن ومتطوره اكتر عشان الناس ترضى تاخدها من عندي. 2 هي معلش هنعمل هنا حرف الت، تحسين جوده المنتجات العربيه. حسين بيسلم عليكم وبيقول لكم اكتبوا تحسين اهو. تعرفين انتوا واخدينهم قبل كده، نفسي اقعد بس انتوا شويه جزم. الصادرات الصادرات هي اجمالي السلع والخدمات تنتجها بلد ما ويتم بيعها العكس الناحيه الثانيه، السلع والخدمات التي تشتريها دوله من دوله اخرى. بس يا ربي والله. طب يلا تعالوا نشوف نماذج عربيه قدرت تطور مجالي النقل والتجاره. اديني امثله يا ميس. رقم 1 عندك جمهوريه مصر العربيه. عملت ايه مصر العربيه؟ قال لك طورت قناه السويس وعملت قناه جديده وقناه قديمه، وزودت الصادرات بتاعتنا وخاصه الصادرات الزراعيه. اتوسعنا في زراعه محاصيل اكتر، فبقينا نبيع منتجات زراعيه اكتر. يلا عقبال ما نبيع الات ونبيع معدات وربنا يكرمنا. يعني بتبدا مع الناس كده. انا قلت لك اسالي يا قلب امك ايه الديمقراطيه المزيفه دي. تاني، مصر طورت قناه، زودت المنتجات انهي الزراعيه. بص الصوره هتلاقي نفسك فاهم الدنيا ماشيه ازاي. واصبحت مصر مركز عالمي في التجاره. خش على مين بعدها؟ الامارات، عارفينها طبعا اكيد. تمام. الامارات العربيه المتحده، مالها الامارات؟ اصبحت الامارات المتحده مركز عالمي للتجاره واعاده التصدير. بصوا يعني ايه، انا عايزه البتاع عشان اشاور لكم عليها، القلم في جيبي. الامارات بتاخد منتجات من اي دوله من الدول وتبيعها هي لدول تانية. يعني زي وسيط تجاري، زي وسيط، زي بتاع العتبه كده. بيعمل ايه؟ بيروح يجيب المنتجات من المصنع يحطها عنده ويبيعها جمله لمحلات تبيعها للناس بقى بعد كده. فالامارات وسيط، بتاخد البضاعه من مكان والناس تيجي تشتريها من عندها.
خلاص. يبقى الامارات تاني اصبحت مركزا عالميا للتجاره واعاده التصدير، بتاخد وتدي، الصوره واضحه قوي. اما المملكه العربيه السعوديه طورت صناعه مهمه جدا سمعنا عنها الحصه اللي فاتت، البتروكيماويات. والبتروكيماويات دي هي بترول يا غاز طبيعي بدخل عليه مواد كيميائيه واطلع منه مواد تانية، بطلع منه بقى بلاستيك، بطلع منه منسوجات، حاجات كتير. واصبحت السعوديه من اكبر المصدرين للبتروكيماويات على مستوى العالم كله. انا اللي خلاني كملت في الدرس ان انا عارفه ان هو مش صعب. مفهومين دول؟ سيبوا دي للاخر عشان دي انا ترتيبها ملخبطاه. التجاره او التسويق الالكتروني الاونلاين. الاونلاين ليه مميزات وليه عيوب، قلناها في سنه 5. فبيقول لي التجاره التقليديه، لا مش كله عيوب. التجاره التقليديه اللي هي ان انت تبيع وتشتري جوه سوق. التجاره العاديه انك تبيع وتشتري، تقف جوه سوق كده، تنزل المحل وتقف تبيع وتشتري مع البياع. طب التجاره الحديثه الالكترونيه، البيع والشراء عبر شبكات المعلومات الدوليه، يعني على النت، والمنصات الالكترونيه اللي هي التطبيقات اللي عندنا زي نون وامازون، والتطبيقات دي كلها تطبيقات كتير جدا. تمام ماشي. اهميه التسويق الالكتروني انا قلت ليه مميزات وليه عيوب. مميزاته ناس كتير جدا لحد يعني دلوقتي بتعتمد عليه، بتشتري منه. بيوفر لي الوقت قاعد مكانك بقى، قاعد على الكنبه، قاعد على الانتريه، نايم حتى على السرير ماسك التليفون عمال تطلب. تمام. بيربط المنتج بالمستهلك مباشره، بتلاقي نفسك بتتواصل من غير ما المنتج يتنقل يروح محلات، انت بتتواصل مع اللي عامل المنتج على طول. يقلل الازدحام المروري، ومنها هيقلل التلوث. ما هو انت مش هتفضل الناس تنزل تشتري طلباتهم، هم بيطلعوا الطلبات على سكوتر اللي هو الراجل طيب. فبيقلل الازدحام المروري، وما دام قللنا الازدحام المروري يعني مفيش عربيات مشيت كتير في الشارع، يعني قللنا في الاخر التلوث. مش هو بيجي التوصيل يمسك ناس وعربيات بيجوا عشان يوصلوا، دي سكوتر كهربائي جديد. في بقى وسائل جديده، في مثلا عربيه واحده بتلف توصل الحاجات للناس شمال ويمين، بدل ما انت تنزل تركب عربيه وانا اركب عربيه وغيري يركب عربيه. بتقلل، احنا قاعدين في بيتنا ما نزلناش من بيتنا ركبنا مواصلات، خلاص لا عملنا زحمه ولا عملنا تلوث. وبيوفر كمان مرونه في الدفع بوسائل متعدده. لو فكرت تشتري من الاونلاين هيقول لك طرق الدفع قدامك، تدفع بالفيزا، تدفع بالمحفظه، تدفع كاش لما توصل الحاجه، فكلكم عارفين الكلام ده. اخر حته عندي في الدرس عشان اقول لكم غروب داهيه، بعض المخاطر الخاصه بالتسويق الالكتروني بتحصل لما تيجي تعمل تسويق الكتروني، تعرض بعض الافراد او الشركات للنصب، والنصب ده انا لسه متعرضه له قريب. اخر حاجه خلاص كده فهمتوا الدرس؟ وحات ابوكوا صعب، حات ابوك